يلا بينا نعمل دقيق ريد فيلفت الجاهز. هنجيب 4 بيضات، كوبايتين من الزبادي، نص كوباية من الزيت. هنضربهم بالمضرب الكهربائي لحد ما الخليط يفتح، وهننزل بنص كيلو من الريد فيلفت وهنضربه لحد ما القوام ينفش ويبقى بالشكل ده. نجيب صاج 30 في 40 متبطن بورقة زبدة وهننزل عليه بالخليط ونفرده بالسباتيولا. بعد كده ندخله على فرن سخن على درجة حرارة 180 لمدة ربع ساعة. بعد كده هنحط عليه ورقة زبدة عشان نشيل الطبقة الملزقة اللي فوق، وهنقلبه على صينية تانية وهنشيل ورقة الزبدة اللي احنا حطيناها من تحت، ونرجع نرجعه الصاج تاني عشان نشيل ورقة الزبدة اللي فوق. وكده الصاج بتاعنا بقى جاهز. قطعت منه قلب كبير هعمل بيه تورتة، وقلوب صغيرة هعمل منها جاتو سواريه. يعني الصاج ده عملنا منه صنفين من الحلويات، وبقى جاهز معانا احلى ريد فيلفت.